ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم مساجدة. هنعمل مع بعضينا احلى صينيه بطاطس بالاجنحه وباسهل طريقه ان شاء الله. ولو عجبكم الفيديو متنسونيش في لايك واشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. بصوا ما شاء الله تستاهل كام في المية بامانه الله. طب تعالوا نشوف الطريقه مع بعضينا يا حبايب قلبي. اول حاجه احنا جبنا كيلو اجنحه، قطعنا الحته اللي من فوق دي لازم تتشري يا حبايبي، وبعد كده شلنا الليش وعصرت عليها ليمونتين وسبتها تتنقع. خلاص بعد كده هنغسلها، اهم حاجه تغسلها كويس عشان ما تبقاش زفره زي ما انتم شايفين كده. انا بعد ما غسلتها جبت طماطم، جبت بصلايه، بس انتوا لو عندكم البصل كبير جيبوا بصلايه كبيره. لو عندكم وسط زييه كده انا جبت بصلتين. قرن فلفل حامي ده اختياري، جبت 3 فصوص ثوم ودقيتهم ناعم. جبت صينيه يا حبايبي، بعد كده قطعت البصلايه زي ما انتم شايفين 4 كده. السمك ولا تخين ولا رفيع زي ما انتم شايفين كده، عشان بس يستحمل السوا بتاع البطاطس. خلاص. وحطيت قرن فلفل حامي ده اختياري برضو، بس هو بيدي طعم كده، بتبقى صينيه بطاطس عايزاها سبايسي شويه تبقى جميله. قطعت البصل وقطعنا قرن الفلفل الحامي وحطينا 3 فصوص ثوم وحطينا ملح وفلفل اسود. خلاص. وهنحط ورق لوري وهنحط معلقه صغيره سكر عشان الحموضه بتاعه الطماطم. خلاص. جبنا الطماطم وهنعصرها اهو. خلاص احنا عصرناها. بعد ما عصرناها انا بهرس البصل مع الثوم مع الفلفل الحامي مع البهارات اللي انا حطيتها، بعملها كده بايديا، بعصر فيها شويه، وبعد كده بحط الطماطم اللي انا عصرتها وهنصفيها. خلاص هنقلب كل الكلام ده مع بعضهم. بعد كده انا بشيل 3 معالق 4 معالق كده من الصلصه اللي انا عملتها عشان احطها على وش الاجنحه. طبعا كنت انا قطعت 3 حبات بطاطس. هنقطعهم كده. السمك هوريهولكوا دلوقتي، ولا تخين ولا رفيع زي ما انتم شايفين كده عشان برضو تستحمل السوا. خلاص يا حبايبي هنقطعها كده. طبعا انا الاجنحه غسلاها وزي معاكم، وبعد ما غسلتها سبتها تتصفى اهي في المصفى. خلاص هنحط الاجنحه على الوش. والله بتبقى احلى اكله وعيالي بيحبوها جدا، وجميله وسهله وبسيطه وعلى قد الايد. خلاص. الطماطم اللي انا شلتها على جنب هحطها على الوش اهو. والله كل اللي ياكلها مني بيقول انت عاملاها ازاي، وكتير هيتفرج على الفيديو وبصوا وهيعجبه اول فيديو.